منذ كنت طفلاً في طيبة لم تكن الأرض هي التي تعلمني، بل السماء. النجوم لا تكذب، لكنها لا تبوح بسرها إلا لمن يصبر. لم أتعلم الحساب من الأرقام، بل من الضوء. منذ صغري كنت أرفع رأسي لسماء طيبة، أعد النجوم كما يعد الفلاح سنابل القمح، وأراقب الشمس وهي تعود كل يوم إلى موضعها، كأنها تكتب وعداً لا يخلف. أخيراً لقد وجدتها، النجمة سوريس. لن يتأخر موعد ظهورها هذا العام، وسيبدأ معه العد التنازلي للفيضان. يا حوري، حان موعد الدواء. لقد أرهقت عيناك. ضع بعض العمل لكتبة المعبد عديم الفائدة. انظري يا إيزيس، لأنهم ينظرون إلى السماء كما ينظر المرء إلى حائط، أما أنا فأصغي لها. يا إلهي، مخزون الحنطة يوشك على النفاد. إن أخطأنا مرة أخرى في حساب موعد الفيضان فلن تكون أزمة بل كارثة. سيد الكاهن الأكبر، ماذا هناك؟ الكاتب حوري يطلب الإذن بالدخول، يقول إن الأمر عاجل. حساباته تختلف عما لدينا، لكنها الأدق. أخبرني يا حوري، ما الذي يجعلك واثقا من اقتراب موعد فيضان؟ أن النجمة سوريس لن تخلف موعدها هذا العام. ظهورها سيأتي مع الفجر، وعندها يبدأ العد. حسنا يا حوري، استكمل حساباتك وحدد لنا موعد ظهور سيريوس. وإن صدقت حساباتك فاستعد لأن تكون كاتب طيبة الأول. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. منتصف الحساب خانني الضوء. صارت السماء تهتز، أحياناً أراها بعين، أحياناً تختفي، وأحياناً لا أرى شيئاً. سيد الكاهن الأكبر، إن بصري يتعثر أحياناً، ولكن حساباتي دقيقة، سأكملها في الموعد المحدد. استرح يا حوري واهتم بعلاجك، أتمنى لك الشفاء. كنت أرى من أجلهم، والآن لم يعد يروني إلا كاتباً ضريراً. أصبحت كاتباً ضريراً مثل سماء بلا نجوم. هون على نفسك يا حوري، أنت تحتاج إلى الراحة. على أي حال، أعدي أدوات النقوش، سنعمل هنا. ماذا لو استخدمت النقوش البارزة على الألواح بدلاً من الكتابة على البرد؟ يمكنك استكمال حساباتك. حين مرت أصابعي على النقوش البارزة، شعرت بشيء لم أشعر به من قبل، كأن النجوم نزلت إلى الطين. كانت فكرة عبقرية أتت بها زوجتي إيزيس. النطقة تساوي نجمة، والخط مسارها. تدربت على هذا الأسلوب الجديد، أتممت حساباتي. الآن أعرف موعد ظهور النجمة سيريوس، وأعرف متى سيأتي الفيضان. هذه بشرة سارة لأهل طيبة. عدت بلوح لا يقرأ بالعين بل بالفهم. إذا ظهرت سيريوس في الليلة السابعة فالفيضان بعد 30 يوماً. إن أخطأت فلا تذكر اسمي. لقد كانت فكرة ذكية يا إيزيس، والآن حان وقت الانتظار. سنراقب ظهور سيريوس. إن كنت محقاً فعلاً يا حوري فستتغير أشياء كثيرة في طيبة. لقد صدقت حساباتك يا حوري. انظر، لقد حضرت سديد. يا أهل طيبة، استعدوا لموسم الخير والنماء. شكراً لله.
الكاتب طيبة الأول يترك القصر ليعلم الأطفال. انظري يا إيزيس، لم أستعد بصري، لكنني استعدت السماء في أصابع الأطفال وفي النقوش التي علمتهم أن المعرفة لا تحتاج عينين بل قلباً يصبر.